تفوتوه. يعني انتم قدام 5 حالات كل بيت، اما بتفوتوا بتلحقوا كل الاطفال فبتحطوا على باب المنزل اشاره بي مع دويره، عرفت شلون؟ انه هذا البيت خالص لقحنا كل الاطفال الموجودين. هلا فتت على هذا البيت قسم من الاطفال تلقح، قسم من الاطفال ما تلقح، بتحط بي عاديه. ماشي؟ خلاص احنا كل واحد بيفهم معه. شلون نحن لقحنا هذيك المره يعني في عندنا خبره شوي. معلش في ناس ما عندها فكره صح. البي هذا ويره كل الاطفال ملقحوا. فتت على هذا البيت طلع بيت مثلا فيه زلمه ورا كبار بالعمر ما في عندهم اولاد صغار، عرفت شلون؟ او انه فتت على البيت لقحت قسم من الاطفال، طفل لقح اثنين ثلاثه ما كانوا موجودين في البيت ما لقحناه. هذا بنحط عليه اشاره يعني نكون نزلناه بس ما لقحنا كل الاطفال الموجودين. ماشي؟ في حال رفضوا الاهل اللقاح بشكل كامل بتحطوا عليه اشاره ار. ماشي؟ انتوا لقيتوا الباب، لقيتوا زلمه وزوجته رفضوا اللقاح خالص، نحن رفضنا هذا اللقاح، طبعا نحن بنتعامل معه اول شيء باسلوب حسن، بنقول انه هذا اللقاح امن، قد ما اخذ طفل جرعات ما في مشكله من الموضوع. حاولوا تعطوه فكره عن مرض شلل الاطفال الخطير، يعني ما حدا بيتمنى انه طفل ينشل ويضل بعافيه مستديمه مثلا طول العمر. ماشي؟ هلا في حاله رفضوا بنحطوا اشاره ار، طبعا هذه اشاره الار المفروض المشرف يخبر فيها يعني اذا الاهل رفضوا يدعي لاي انسان يوجه لمشرفه او يخبره ويحاول عن طريق كذا يتواصل معه انه في عندنا مثلا هالبيت الفلاني هذا رفض التلقيح. المشرف كمان في عنده حافظه بيحاول يتدخل بشكل سريع، عرفت شلون؟ ويقنع الاهل باسلوب الخاص، ماشي؟ بحيث انه كل الاطفال يعني نحن بنحاول هالحمله هي ما نترك ولا جيب ولا طفل الا يتلقح. هلا في حال جيتوا دقيتوا على الباب مثلا لقيتوا انه البيت ما حدا فتح، بتحطوا اشاره ال. ماشي؟ هذا ال يرجع يستدرك بعد ساعه بعد ساعتين او باليوم الثاني، عرفت شلون؟ في حال سالتوا الاهل مثلا انتم الجيران مثلا قالوا لكم انه هذا البيت مهجور، مثلا اصحابه طلعوا على تركيا وصل 5-6 شهور ما هم موجودين هون، فبتحطوا عليه ال مع دويره. والهي ال مع دويره اذا كان هذا البيت رجعنا عليه مره ثانيه وكمان ما لقينا حدا فيه باليوم الثاني مثلا او باليوم الثالث، بنحمل تلقيح 6 ايام، يعني ممكن بيت الواحد يعدي عليه اكثر من 3 مرات او 4 مرات. قبل ما نكتب ال قبل ما نكتب انه حرف ال يعني بنعرف البيت اذا مسكون ولا ما هو مسكون. طبعا اذا ما هو مسكون خلص له دويره فورا، بس نعرف انه مسكون يعني والاهل ما انهم موجودين هون خلص بنكتب بس ال، يعني انه بدنا نرجع يعني الجيران قالوا لكم هذا البيت مهجور بس اصحابه كانوا طبعا من زمان، فتحطوا دغري مباشره ال دويره خلص عشان ما حدا يرجع عليه مره ثانيه. اذا كان فيه ناس ومثلا مسافرين لحلب لمده يوم او يومين او كذا عشان نرجع عليه باليوم الثاني فبتحطوا عليه اشاره ال بس انه هذا يرجع يستدرك مباشره. طبعا بالاضافه الى تاريخ اليوم، بالاضافه الى رقم الفريق لعدد الاطفال الملقحين. طبعا تريدوا تكتبوا بالعربي او بالاجنبي ما بتفرق عن هيك يعني هذول ضروري